الجو حر ومش ناقصين فرهضة وعايزين نعمل غدا كله على بعضه كده ما يكملش معانا نص ساعة. لا وكمان مش اي غدا، الغدا اللي انتوا شايفينه ده ملوخية ورز وفراخ، اسهل واطعم والذ فراخ هتاكلوها. انا الطريقة دي معتمداها ما بغيرهاش، لازم اعملها مرة في الاسبوع. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. معايا 2 كيلو وراك، ممكن تجيبي الكمية اللي انت تحبيها، ممكن تعملي وراك زي ما انا هعمل وممكن تعملي فراخ عادي جدا. بجيب الورك وافتحه زي ما انتوا شايفين كده علشان التتبيله تدخل فيه. وطبعا انا الفراخ غسلاها بملح وليمون كويس جدا، غسلاها بملح وليمون بلاش خل، لان الخل ممكن يظهر الزفاره. عملت معاكم ورك تاني اهو فتحته. وبعدين بجيب صينيه او طبق او اي حاجه نعمل فيه التتبيله. بصلايه كبيره مفرومه ناعم او بصلتين وسط، 2 طماطم وسط مقطعاهم زي ما انتوا شايفين، فلفل اخضر وحامي برضو مقطعاه زي ما انتوا شايفين. وبعدين بحط معلقه ملح، معلقه بهارات، معلقه بابريكا، كل دي معالق صغيره، ومعلقه فلفل اسود. وخلاص على كده بقعد بقى ادعك فيهم، ادخل كل المكونات في بعضها بدعك فيهم كويس. وبجيب بقى طاجن او صينيه او اي حاجه عندك، بحط نص التتبيله من تحت، وبعدين برص الوراك، وبعدين بحط باقي التتبيله كلها الباقي كله من فوق. وخلاص على كده صينيه الفراخ جهزت. بضيف معلقتين زيت كده على الوش وبرفعها على النار. مضفتش عليها اي سوائل، هي الخضار بتاعها هينزل ميته والفراخ وخلاص على كده. غطيتها على نار وسط وهو غلت، شايفين الميه اللي فيها؟ كل ده من الخضار والفراخ، انا ما زودتش ميه. بغطي عليها لحد ما الفراخ تستوي، وهي استوت معانا. الفراخ طبعا ما بتاخدش وقت زي ما انتم عارفين. باجي بقى بعمل الرز بالشعريه، معلقه سمنه كبيره ومعلقه زيت، وبحط كوبايه شعريه، وبفضل اقلب فيها لحد ما تاخد لون معايا. وبنزل بكوبايتين رز مغسول ومصفياه، وبقلب فيه لحد ما الرز يتفلفل وايه ويخشول كده معاكي، كده يبقى اتفلفل معاكي كويس. بنزل بقى بالشوربه السخنه او بميه سخنه، انا كان عندي شوربه، ممكن تحطي ميه. تغطي الرز بالشوربه عقلتين صباع كده فوق الرز. ولو ميه تحطي طبعا مرقه، مرقه سايبه من عند العطار عشان خاطر دي ميه. وبعدين ده بقى بتبله ملح وفلفل معالق صغيره، واظبطي الملح بتاعه. وخلاص على كده وبغطيه، واول ما يتشرب ميته بوطي عليه خالص واسيبه لحد ما يستوي. شايفين مفلفل معانا وحلو خالص ازاي؟ والفراخ اهي حطيتها على الشوايه، دوب خدت لون بس مع الشوايه، تحفه جدا. بعد ما استوت حطيتها على الشوايه. ودي ملوخيه خضر انا عملتها معاكم قبل كده، انا مفرزه ملوخيه في الفريزر، بطلع الكيس متجمد على الشوربه السخنه على طول، وبتبله بس ملح وكزبره ناشفه. وخلاص على كده وتجهز طواجن الملوخيه، واحلى صوت الطشه زي ما انتم شايفين، تحفه تحفه. والغدا خلاص خلص، ما خدش فعلا نص ساعه. على ما الفراخ استوت كنت عملت الرز، وعلى ما الرز طلعت الفراخ كانت الملوخية جهزت وطشتها. تحفة جدا، أطعم وألذ فراخ. شايفين الصوص اللي نازل؟ شايفين الخضار والصوص اللي نازل من الفراخ؟ طعمه روعة، طعمه فعلا روعة. اعملي الفراخ بالطريقة دي وهتدعيلي، جامد جدا بجد. هتعمليها على طول، الطريقة دي هتعتمديها زيي وهتعمليها على طول. أطعم وألذ فراخ فعلا. يا رب يكون الطريقة عجبتكم وتجربوها، وبالهنا والشفا لكل اللي يجرب. ويا ريت اللي يعجبه يعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، عشان اللي جاي احلى بكتير.